شنو شغلك؟ والله اشتغل تاكسي. وينها؟ والله اللي قدام طابق. تاكسي؟ ايوه. حاربوكم المرور هواي. طبعا هسه البارحه انا بالكاظميه عندي حاله نزلتها يعني قرايبي. نعم. نزلتها جانب المرور 50,000 وانت والشوارع بكم سنة فارغه. اشتغلت؟ والشوارع فارغه. اي. انتم تركضون ورانا ليش؟ انت يجيك هذا هسه ذول يجدون من افغانستان ومن ذول كلهم من باكستان يجون يجدون هنا ما حد يجيهم. عندهم حصانه. فاحنا نطلب من يمك بلكي تسوي لنا حصانه. سوي لنا شيء توصل صوتنا. حقيقة كلامنا لان اذونا كلش نعم. تاذينا. كلامنا مع الاخوة المرور. شوف، حتى الاكاسرة والاباطرة وجميع المجرمين اللي مروا بالتاريخ تشوف يستخدمون النار والحديد مع الناس وما تحميهم. ما تصير عندهم منعة من الناس. ليش؟ لأن هذا الضغط يولد إلى انفجار. يعني لازم هذا الإمام علي عليه السلام يقول يدوم الكفر ولا يدوم الظلم. الظلم فشيء قبيح حقيقة. لذلك احنا تشوف هذا الضغط من المرور على الناس. ايش جاي يصير؟ مرات نشوف واحد يفقد أعصابه يضرب المرور بوكس. احنا مو نقول له اضرب المرور بوكس، لكن نقول يا مسؤول مدير المرور العام الى الوزير الى رئيس الوزراء، نقول هاي نتيجة الضغط على الناس. لأن ماكو واحد محترم يحترم نفسه ويحترم عقله يروح يضرب المرور بوكس وهو واقف. لا، هذه نتيجة الضغط. ويقول والله هي سايبة، قوة يحصل له 15 20 ألف، ما بين بنزين ما بين ما أدري شنو، يرجع لعائلته. زين هي يوم جمعة وشايل له كروة، أنت تقص له 50,000 ليش؟ اجي انبها اذا انت تريد، احنا نريد القانون. اجي انبها يابا انت هاي الحاله سويتها مره ثانيه اقص لك وصل ترى حتى يتهيأ. زين انت اللي صاعد على الرصيف تقص له وصل، عنده رقم تقص له وصل، اللي ما عنده رقم تقص له وصل، اللابس حزام تقص له وصل، اللي ما لابس حزام تقص له وصل. طبعا هاي الناس ايش راح تسوي؟ تتعدى على المرور وتتعدى على الدوله وتهين هيبه الدوله وتهين المرور وتهين المسؤول. ليش؟ لأن هو هذا يوميته 10,000 وابنك يوميا يخلص له 10,000 دولار بالملاهي. أنت مهيمن على الوضع ومسيطر على أموال وموارد الدولة وأحزابك ووضعك. بالنتيجة ايش راح يصير؟ راح يصير بالنتيجة ما راح هذا المواطن يحترم المسؤول ولا يحترم الدولة. الدولة بصورة عامة. خلي الدولة هي تلتزم وتمشي عدل. مو احنا نمشي عدل وهم يجون برون سايد. نعم. هم ملابسين حزام الامان واحنا مو مسؤول عنهم. يصعد من الرصيف ابسط ما يكون هم ذول هسه اللي الشرطي الدراجات هاي يعزون هم اثنين صاعدين عليهم. خلص الحلقه وياك سولفت هواي. انت قلت انا اول مره ما اسولف. ما خايف. اي باوع. سوالي وايد. حياك الله، تحياتي لك يا عزيز.